السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم محمد عماد من قناة حودية العمدة. قصة النهاردة مستوحاة من أحداث حقيقية وبعنوان ختام مريض. أتمنى تعجبكم، ومتنسوش كومنتاتكم وآرائكم عشان دي بتفيدني جدا في كل اللي أنا بعمله الفترة دي، وطبعا اللايكات. يلا نبدأ الحلقة. فاكرة يا أيام لما أنا وإنتي وهيثم ابننا كنا في الفرح بتاع محمود ابن خالتك اللي أنا ما بحبوش أصلا وبسترخمه، وإنتي عارفة كده كويس. بس أعمل إيه؟ لازم أسمع كلامك ونروح الفرح، وطبعا لازم أروح عشان أرخم عليه في الفرح بتاعه، علشان ما أطولش عليكي كتير. سيبك من اللي أنا قلته ده، ما تفكريش فيه. عايزك تفتكري حاجة واحدة بس. لما كنا راجعين من الفرح والعربية اتعطلت مننا في مكان مقطوع شوية، كان على ضفة الترعة ناحية أرض زراعية. فاكرة معايا ولا تهتي مني؟ لما انت قلتيلي ايه المنطقة اللي انت جايبنا فيها دي؟ هو احنا تهنا ولا ايه يا مصطفى؟ انا ساعتها قلتلك لا، بس لازم نعدي على المنطقة دي علشان نطلع على الطريق السريع، لكن العربية شكلها عطلت مني. انا هنزل اشوفها اهو. ولما فتحت باب العربية ولسه هنزل منها لقيتك صوتت جامد. لما بصيت لك لقيت راجل كبير حاطط ايده على ازاز العربية، كان عمال يبص لك وبعدين بص لنا، واول ما بص لي قال لي مش انت ومرتك من هنا؟ المنطقة دي خطر في الوقت ده. وبعد كده اختفى. انت فضلت تقولي لي امشي من المكان ده، بس انا طبعا مش ساحر. العربية عطلانة وكنت لازم انزل اشوف فيها ايه. ها، ابتديتي تفتكري يا حبيبتي صح؟ انا عارف انك بتعيطي دلوقتي. انا مش زي ما انتوا بتقولوا عليا، لا، انا غير كده خالص. انا مش مجنون يا هام، انا فعلا شفتها، ويا ريت تعرفي يا هيثم الكلام ده وتحذري منها، واوعي تخليه يروح المكان ده تاني ابدا. ما تعيطيش، ما تخلينيش احس بالذنب وتعذب ان انا قلتلك الكلام ده، بس انا بحكيلك علشان تبقي عارفه انا حصل لي ايه. افتكرتي صح؟ طب افتكرتي لما طلعت من العربيه وهيثم كان عمال يصرخ وعمال يقولك ماما اهو بابا ماله؟ بعد كده رشيتي عليا ميه في وشي بعد ما كنت عماله تزعقيلي جامد، بس انا ما كنتش سامعك، او بمعنى اصح كنت سامعك بس كنت زي ما يكون متسيطر عليا. كنت على طول اسمع عن كلمه التنويم المغناطيسي، لكن اول مره اجربه كان في اللحظه دي. ما كنتش عارف ارد عليكي ولا ابصلك حتى. انا كنت في عالم تاني، دنيا تانية، مركز مع حاجة تانية. انت ممكن تزعلي مني، بس والله كان غصب عني ساعتها، ما كنتش عارف اتحكم في نفسي. انا لما نزلت من العربية عشان اصلحها والراجل ده جه يحذرني عشان امشي، كنت خايف حد يطلع علينا في الضلمة دي، ففتحت كبوت العربية من قدام. بعد كده سمعت اسمي، ايوه اسمي، كان حد عمال ينده عليا باسمي، بس انا كنت اللي متأكد منه ان مش انت اللي بتنده عليا، علشان اللي نده عليا كان صوت بنت مليان انوثة. ومش قصدي ان انا اجرحك ولا اقول لك صوتك ذكوري مثلا يا حبيبتي، لا طبعا، بس انت عمرك ما نديتي على اسمي بالطريقة دي، فقلت اتأكد برضه. بصيت عليك لقيتك بتكلمي هيثم وبتلعبي معاه، قلت لنفسي صح، بقى برضه الصوت ده ما يطلعش منك.
قلت يمكن بيتهيألي، ما هو مش أول مرة تحصل إن أنا أسمع حد ينادي عليا باسمي. حصلت لي كتير أوي على فكرة، وأنت كنت عارفة بالموضوع ده. بس المرة دي غير كل مرة. أنا سمعت اسمي بطريقة عمري ما سمعتها في حياتي. حتى أنت لما كنت بتدلعي وتنطقي اسمي عمره ما طلع بالرقة والجمال اللي أنا سمعته ده. طيب تصدقي، أنا اتمنيت إن أنا أسمعه تاني من جماله. عايز أقولك إن أنا أعصابي ثابت، وأعصاب جسمي كلها بقت مرخية. ومن هنا ابتديت أخش في عالم تاني. نسيت إن العربية عطلانة، ونسيت هيثم، ونسيتك انت كمان يا هيام. بس نسيت نفسي أنا كمان لما بصيت ورايا على مصدر الصوت، وابتدى التنويم المغناطيسي يشتغل فعلا. لما لقيت بنت بمنتهى الجمال قاعدة على حجر على ضفة الترعة، وشعرها الأسود الناعم كان مغطي ربع وشها. عينيها كانت جميلة أوي، لونها عسلي، وشفايفها كانت مرسومة مع ملامح وشها، والفستان الأبيض اللي كانت لابساه ومغطي بقية جسمها. مكنتش قادر أبعد عيني عنها. باصص في عينيها ومركز. جمالها سحرني، جسمي كله اتشل، مكنتش قادر أتحرك. شاورت لي بإيديها وهي بتحرك شعرها وتبعده عن وشها إن أنا أروح لها. وساعتها عضلات جسمي كلها بقت عمالة تستجيب، زي ما أكون بتتحرك ناحيتها لوحدها من غير ما أكون ليا دخل فيها. وكانت لسه رجلي هتتحرك وتروح ناحية البنت دي، بس فجأة لقيتها اتضايقت. كان وشها منور، فجأة بقى هاتم، وجمالها كله راح. وابتديت اسمع حد تاني بينادي عليا بصوت عالي قوي، كان عمال يزعق فيا ويقول لي يا مصطفى يا مصطفى. وبعدين لقيت شكلها اتغير، شعرها الاسود الناعم ابتدى يتحول لشعر مجعد ومتشابك في بعضه، وعينيها اللي كانت عسل اختفت وبقى مكانها عين حمرا زي الدم. لقيتها قامت بطريقة غريبة من على الحجر، والسن ابتدى يتقلع من على جسمها. ما كانش جسم بني آدمين خالص، ولا حتى شبه الحيوانات. تحس انه جنس تالت خالص بعيد عن عالمنا. هو جمع ما بين جسم ست وجسم خفاش. ابتدت دماغها تطلع من ايديها، ورجليها بقت رفيعة قوي. مش انت كنت بتتريقي على رجلي؟ ادي بقى ارفع من رجلي كتير. وكان قدم رجليها مش زي رجلينا، دي كانت عاملة زي رجل الخفاش فعلا. بدأت تتحرك وجاية ناحيتي. طريقة مشيتها كانت مرعبة، مع بقها الكبير اللي فتحاه ده. كانت عمالة تقرب مني خطوة ورا التانية. غمضت عيني بسرعة بالعافية وفتحتها لما لقيت مية رشت على وشي، اللي انت كنت رشتيها ساعتها. وفي الوقت ده حسيت ان عضلات جسمي كلها رجعت تحت سيطرتي، واني فقت من التنويم اللي انا كنت فيه ده. فتحت عيني ولقيتك في وشي، وصوتك ابتدى يوضح. انت بتقولي لي ايه؟ كنت عماله تقولي لي يا مصطفى انت سرحان في ايه؟ يا مصطفى يا اوعى تكون لسه بتفكر في ابن عمي. ساعتها كنت عايز اولع فيكي يا حبيبتي، بس اللي انا شفته كان مانعني ان انا اعمل كده. وكان كل اللي طالع على ساعتها وعمال اقولهولك، هو انت ما شفتهاش؟ كانت هنا وهتموتني. دي خفاش مش بنت، كانت هتموتني يا هام. وانت اللي كان جاي عليك ساعتها. اهدى يا حبيبي، مفيش حاجة، اهدى. حسستني ان انا مجنون فجأة وان انا بخرف. انا كنت فاكر كده انا كمان، لكن لما دخلتني العربية وهددتني وابتديت اتمالك اعصابي شفتها تاني. ايوه، هي اللي معرفش ايه دي، اذا كانت جنية ولا شبح ولا ايه بالظبط. شفتها، حسيت بحركة في الترعة. شفتها كان جسمها كله في الترعة وراسها بس اللي باينة. كانت عمالة تزعق بصوت عالي وبتقولي أولها تنويم
وبعديها هتبقى مجنون، اخرتها هتبقى موت. وبعد كده اختفت وركبنا العربية، وانت اتفاجئتي لما لقيت العربية بتشتغل وبتدور، رغم ان انا كنت واقف ما بعملش اي حاجة فيها، كنت سرحان اصلا. بس انا دلوقتي بعرفك كل حاجة كانت مجهولة عنك. الناس كلها قالت عليا مجنون، وانت اولهم. لما قلتلك انا بيحصل لي حاجات غريبة، فاكرة في يوم لما قلتلك انا امبارح حسيت انك مش انت اللي كنت نايمة جنبي؟ انا ما كنتش بضحك عليكي ساعتها، انا فعلا شفت واحدة غيرك نايمة جنبي، شكلها كان حلو قوي. وبعدين لقيت ملامحها فجأة عمالة اتحولت لنفس الست اللي انا شفتها عند الترعة، بنفس الملامح المرعبة، وصوتت في وشي جامد. اتفزعت من نومي، لقيتك جنبي وعمالة تهديني، عمالة تقولي لي مالك يا حبيبي في ايه؟ بتصرخ ليه؟ كان كابوس؟ بعد كده قلت لي كابوس ايه؟ انا انا حاسس ان هو حقيقة، علشان هي نفس الست يا هيام، نفس الست اللي كانت عند الترعة، انا متأكد من كده. وانت طبعا كعادتك ما صدقتنيش، وبقيتي زيك زي الغريب، مش حاسة بيا ومش مصدقاني وفاكراني مجنون. على العموم انا مسامحك يا هيام، ومش زعلان منك ولا من صحابي اللي بعدوا عني. ده حتى هيثم ابننا، حتى هيثم بيقول لي بابا. هو انت فعلا ملبوس ومجنون زي صحابي ما بيقولوا؟ مش عارف اقولك ايه تاني، والله بجد يا هيام مش عارف اقولك ايه. بس كل اللي هقدر اقولهولك انك هتوحشيني انت وهيثم. انا مصطفى زوجك الحبيب، كتبتلك الرسالة دي عشان اعرفك ان انا مش مجنون زي ما الناس كلها اتفقت على كده. بس انا فعلا قربت اتجنن، ده لو ما اتجننتش فعلا من اللي عمال يحصل لي هنا، اللي عمال يحصل لي حاجات كتير محد يصدقني، حاجات كنت بسمع عنها في الاساطير والحكايات بتاعت زمان اللي جدي وجدي كانوا بيحكوها لنا، لكن اول مرة اشوف اسطورة بتتحول لواقع، وممكن اصلا ما تبقاش اسطورة وهي حقيقة، واحنا اللي حولناها الاسطورة علشان ما نحسش برعب ولا بخوف. بس للأسف خلينا ناس كتير ما تاخدش بالها من خطر النداهة اللي عمال يستمر للوقت اللي احنا فيه دوت. في ناس قبلي كتير شافوا النداهة وعاشوا نفس تجربتي، بس مصيرهم كان الموت من غير ما حد يعرف، والموت بيبقى الأسباب مجهولة. علشان كده أنا كتبتلك الرسالة دي، حذر الناس من خطر النداهة. ده لو أنا ما قتلتهاش دلوقتي أنا رايح لها، ممكن هي اللي تنتصر عليا وابقى جثة ميتة على الترعة، يا إما يا إما أنا اللي هقضي على الأسطورة دي. أهم حاجة لما هيثم يكبر عرف إن أبوك ما كانش مجنون، أبوك بطل وشجاع، واجه قوة سفلية لوحده. هتوحشيني بجد، هتوحشيني يا حبيبتي. إلى اللقاء. دي الذكرى العاشرة لوفاة أبويا مصطفى. أيوة أنا هيثم مصطفى، وده الجواب بتاع أبويا اللي كتبه من 10 سنين، اللي كل سنة بقراه. ودي قصة أبويا البطل الله يرحمه، اللي لقوا الجثة بتاعته جنب جثة البنت على ضفة الترعة، وجسم البنت دي كان محروق وعامل زي جسم الخفافيش. محدش كان عارف يفسر ايه الكائن الغريب ده. في ناس كتير
قالوا على ابويا انه كان مسخر جنية وقتلته، وبعد كده ماتت. وفي اللي كان بيقول عليه انه دجال. حسبي الله ونعم الوكيل، عيشوه مجنون ويموتوه دجال. انا كتبت لكم القصة دي علشان ترجعوا حق ابويا اللي مات، علشان خاطر ينقذ ناس كتير من الرجالة اللي كانوا ممكن يبقوا فريسة لحاجة اسمها النداهة. كل واحد يقرا القصة ديت ما تقفش عنده، عرفوا الناس ان ابويا مش دجال ولا مجنون. ابويا كان بطل وانقذ ناس كتير. الله يرحمك يا ابويا. واسف ان انا قلت عليك في يوم من الايام انك مجنون او ملبوس. الله يرحمك يا بطل. وبكده تكون خلصت القصة بتاعتنا النهاردة. يا ريت لو كانت عجبتكم تعملوا لايك وتكتبوا لي كومنت يشجعني على ان انا اكمل في القصص. كان معاكم محمد عماد من قناة حواديت العمدة.